بما انه العيد ما بقى ليه والو والطبيله ديال العيد بلا مسمن ولا ملوي كتجي ناقصه بزاف. اليوم غادي نشارك معكم ملويات بالزيتون والجبن والزعتر كيجيو اكثر من رائعين. ضروري تجربوهم وضروري تسجلوا عندكم الوصفه. اول حاجه غادي ناخذ واحد القصريه اولا عجانه على حسب فاش كتعجنوا، وغادي نوضع فيها جوج سلايف ديال الفورص. من الافضل تستعملوا الخاص بالحلويات. غادي نضيف ليها جبنيه ديال الفينو، يعني جوج بابن الفورص مع جبنيه ديال الفينو. غنضيف لها هنايا معلقه صغيره ديال سنيده اولا السكر حبيبات، يمكن لكم تعوضوها بمعلقه العسل، شويه ديال الملحه، وكذلك واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي ندير كلشي في العجانه وغادي نلم العجينه بالماء يكون بارد، يعني عادي الماء من الصنبور حتى كتلم لكم العجينه. كيف قلت لكم يمكن لكم تستعملوا قصريات دلكوها راسكم. صافي هنا من بعد ما دلكات لي تقريبا واحد 10 دقائق خليتها كدلك مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كنعاود نخدمها واحد شويه على سطح العامل حتى كتجمع ليا بحال هكا، كتجيكم واحد العجينه اللي كتكون مدلوكه مزيان. هنا باش تزيد كدلك لينا وتطلق لينا وتعطينا الطعم في الخدمه، غادي ندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت وغنديرها في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليها على الاقل واحد الساعه د المكانه حتى كترتاح مزيان. كل ما ارتاحت لكم العجينه كل ما عطاتكم الطعم في الخدمه وما كتعذبكمش وما كتقطعش ليكم. هنا من بعد ما خليتها واحد الساعه د المكانه كيف ما كتشوفوا العجينه كتجي بحال هكا، صراحه ما كتقطع من حتى حاجه، يعني كتكون العجينه مدلوكه وفاش كتكونوا كتخدموا بها ما كتبقاش تقطع ليكم. مباشره غادي نشكلها كويرات الحجم اللي بغيتو، سواء بغيتوهم صغيورين اولا كبيبرين. هنا بالنسبه لي انا درتهم شويه كبيبرين، ماشي صغار بزاف وفي نفس الوقت ماشي كبار. انا الحجم ديالي كيف قلت لكم نتوما كتحكموا فيهم. غادي نكورهم كاملين ومن بعد غنديرهم في واحد البلاطه اولا شي صينيه وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت باش ما يديروش القشره، ونغطيهم كيس بلاستيك ونخليهم جانبا. في جهه اخرى غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيتون كحل من بعد ما غسلته بطبيعه الحال ودرته في واحد الاشواح حتى طهشه ليا. غادي ناخذ واحد البولو غادي نوضعها فيه. ضروري الزيتون تغسلوه مزيان وتنشفوه، وغادي نضيف ليه الجبن، اي جبن طري عندكم ديروه، يمكن لكم ديروا حتى المثلث اللي عندكم اولا المربع اللي بغيتو. وغندير هنايا شويه كميه ديال الزعتر من بعد ما نقيتها. غادي نخلط كلشي مزيان وها الحشوه ديالنا واجده. غنمشيو باش نوجدوا التخليطه اولا باش نورقوا. هنا خديت كميه ديال الزبده وغادي نضيف لها جوج معالق ديال مايزينا اولا نشا، وغادي نضيف لها جوج معالق ديال الفينو. غنضيف لها كذلك خماره اولا بيكين باودر، وهنايا عندي شويه ديال زيت الروميه، وغادي نخلط كلشي. وها هي الخلطه ديال التورق موجوده ليا حتى هي. الكويرات ديالنا من بعد ما خليتهم ارتاحوا واحد شويه غادي نجي باش نسرحهم اولا نورقهم بحال هكا. كنورق بالزيت فقط في هذه المرحله، كندير الزيت فقط، كنبقى نسرح فيها حتى كتسرح كامله اولا كيبان ليا سطح العمل. هنا كيف ما كتشوفوا راه ما كتقطع من حتى حاجه. صافي كناخذ ديك الخلطه اللي صايبت وكنديرها هي الاولى كنورق بها وكنطوي كيف ما موضح في الفيديو بحال هكا. كندير الطويه الاولى وكندير الطويه الثانيه وكنخلي الوسط خاوي بحال هكا. هنا كناخذ ديك الخلطه ديال الزيتون والجبن والزعتر وكندير كميه واحد المعلقه كبيره، ولا بانت لكم خارجه في الجنب كتدخلوها للوسط لحقاش فاش كتورقوا عليها كتزيد تخرج. صافي كندهن المسمنه ديالي بحال هكا اولا الملويه وكنسد عليها بحال هكا كيف ما كتشوفوا موضح في الفيديو. كناخذ دوك الجناب كنقرصهم واحد شويه باش ما تخرجش لكم ديك الحشوه ديال الزيتون. صافي وكنبدا نسرح بحال هكا كنورك عليها وانا كنجبد، كنورك وكنجبد كيف ما موضح في الفيديو. بانت لكم شي بلاصه خاويه اولا غتخرج لكم العماره سدوها. من بعد كناخذ ديك الخلطه وكنورق بحال هكا كيف ما كتشوفوا كنورك عليها وكنجبد في نفس الوقت، يعني كنعطيها واحد شويه ديال العرض بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وكنبدا نلوي عليها وانا يدي مرخوفه، ما تزيروش اللويات بحال هكا. بانت لكم شي بلاصه بحال هكا غتخرج لكم منها العماره كتزيروها بحال هكا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الملويات ديالي كلهم. صافي كنخليها حتى خواتاتها كترتاح بحال هكا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. هنا من بعد ما كملتهم كاملين كنشدو دوك الجوانب وكندخلوهم لداخل كيف ما موضح في الفيديو وكنخليها كترتاح على جنب. غنعاود نخدم معكم وحده اخرى. كناخذوا دوك الاطراف اولا الجوانب اللي كيكونوا في الجنب وكنحاولوا اننا ندخلوهم لداخل. كنبرك عليها واحد شويه وكنحطها حدا خواتاتها. مباشره كنسخنوا المقله، يعني المقله فاش غطيبوا. وغنبدا هنا من الافضل انكم تستعملوا ورق الزبده باش ما تبقاش فاش تبغيو تهزوها ما تعذبكمش في الهزان اولا تقطع ليكم.
بالنسبه لورق الزبده في هذه الوصفه او في هذه المرحله كيساعدكم بزاف انهم يعني كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم وما كيعذبوكم في الهزان. هنا المقله دهنتها بواحد شويه ديال الزيت وكنحط مباشره الملويات ديالي بحال هكا. فرك بالنسبه لورق الزبده كيتحيد معكم بسهوله، ما كيعذبكم حتى حاجه، وكيبقاو الملويات محافظين على الشكل ديالهم. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الملويات ديالي كلهم. صافي اون فوا كنحطهم مباشره كنرش عليهم واحد شويه الزيت وكنقلبوهم مباشره، يعني ما كنخليهمش كيتسناو ولا شي حاجه بحال هكا. وكنستمر بنفس الطريقه، كناخذ عاود مليويات اخرين حتى هما كنقرصهم وكنحطهم حدا خواتاتهم. ودائما المقله كندهنوها بشويه ديال الزيت هو الاول وكنعاود نرشوا على شويه الزيت من الفوق عاد باش كنقلبوهم. كنبقى نقلب فيهم نقلب ونشقلب حتى كيتنفخوا وكيطيبوا من جميع الجوانب. اي حاجه حطيتوها في المقله ترشوها بشويه ديال الزيت من الفوق وتقلبوها، كتبقاو تقلبوا فيهم وتقلبوا حتى كيطيبوا اولا كيتحمروا. صراحه كيجي واحد الملويات اللي فنين زوينين مقرمشين ومنسمين بريحه الزعتر والجبن، يا سلام، والزيتون كتجي يا سلام. كتستمروا بنفس الطريقه حتى كتكملوا الملويات ديالكم كاملين. هنا من بعد ما كملت صراحه كيجي واحد الملويات اللي مقرمشين من برا وفنين، يعني واحد المذاق فيهم خطير ديال الزيتون والزعتر والجبن، كيجيو بنان بزاف. يمكن لكم كذلك تضيف لهم واحد شويه ديال العسل من الفوق الا بغيتو تقدموهم. انا بغيت نحلهم باقيين سخانين، يعني مازال ما نقدرش نحلهم من الداخل. كنتمنى الوصفه ديالهم ما تعجبكم وتناسى احسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو اللي عجباتكم، اشتراك القناه. نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.